السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيها الشعب الجزائري الأحرار داخل الوطن أو خارج الوطن. اليوم جبت لكم موضوع مهم جدا، بأن الجيش الصحراوي، جيش الصحراء الغربي، يقتل 10 جنود مغاربة في الكركرات ولا القرقرات. نعم، الجيش يقتل 10 جنود مغاربة بسلاح روسي متطور، ما كان لا درون لا معزانون. راكم عارفين خاطش الجيش المغربي كل دقيقة يقتل الشعب البسيط المغلوب عن أمره بالدرون. هذه المرة الجيش الصحراوي يقتل 10 جنود بسلاح روسي متطور. سؤالي الآن، لماذا الصحافة المغربية أو المخزنية لم تتحدث عن هذا الأمر؟ لماذا ما حابة تتكلم عن هذا الأمر؟ راهي خايفة؟ منين خايفة؟ علاش ما باش تكمل الأمر بأن الجيش الصحراوي يقتل 10 جنود مغاربة؟ علاش راكم تلهوا في شعبكم، تكذبوا على شعبكم؟ علاه وراه كل يوم يروح لكم الجنود، ماشي غير اليوم والبارح، كل يوم يروح، كل يوم يروحوا لكم الجنود وانتم خايفين وساكتين. كم تلهوا في شعبكم بكرة القدم، غدوة بغلاء الأسعار، حتى أنا الصحراء الغربية تأخذ استقلالها إن شاء الله. نعم، الصحراء الغربية يوم أو غد الاستقلال قادم لا محالة له إن شاء الله يا رب. وانتم له شعبكم محشول، انتم كل يوم الجيش المسكين المغلوب عن أمره كل يوم يروح ويروح، ذا غير الجيش البسيط الجنرالات وما على باليش راقدين ومتمتعين، والجندي البسيط يموت. لعنة الله عليكم. تحية الجزائر وتحية الصحراء الغربية، وإن شاء الله كل يوم يروح لكم 10 و20 و30 إن شاء الله يا ربي، كل يوم يروح لكم. تحية الجزائر والمجد والخلد لشهداء الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين حاجة أخرى، باللي الجيش المغربي هذا على الحدود يوجد الشعب الصحراوي، وكاين في العيون وكاين في الكركرات وكاين في كل بلاص، ماشي في تندوفة. الشعب، أنا حبيت نفهم الشعب بأن الجيش الصحراوي متواجد في الأراضي الصحراوية وليس في الأراضي قليل في مخيمات تندوف كما يقول، بصح الأغلبية في العيون والكركرات وكل شيء. تحية الجزائر، وإن شاء الله يا ربي كل يوم يروح لكم 10 و20 و30، خاطش نتوما متحمدوش ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.